البارسا عاد سيناو مع داني اولمو، هاد اللاعب اللي كان مشى من البارسا في 2014 غادي يرجع. اولمو ماشي اول لاعب اللي دار هاد البلان، كاينين بزاف وكاينين اللي سيرمو ما غاديش تكونوا عارفين باللي هاد اللعابه راه على باز ولاد لا ماسيا. اولمو سينا مع البارسا ب 55 مليون اورو من مور ما دوز 10 سنين من عمره، هو كيلعب في راقي واحد اخرين. التحق بلا ماسيا فاش كانت عنده غير 9 سنين ودوز معاهم 7 سنين، وفاش دار 16 عام ما عرفش شنو قال ليه راسو ومشى لدينامو زاغريب في كرواتيا، ومن مور 6 سنين في زاغريب شراتو لايبزيغ، وهنايا بالضبط فين طلع النيفو مزيان ولا معروف. وفي اليورو الاخر زاد اكد باللي راه صافي ولا واجد باش يرجع للبارسا، وهو في عمره دابا غير 26 عام. وعلى ما اظن اولمو غادي يحاول يبقى اطول وقت ممكن في البارسا بحال اللي دار جيرار بيكي، واللي حتى ولد لا ماسيا بيور كان التحق بهم في 1997 فاش كانت عنده بالضبط 10 سنين، ومن موراها غادي يمشي لمانشستر يونايتد في 2004. دوز معاهم 4 سنين وربح بزاف ديال الالقاب، منهم البريمير ليغ والتشامبيونز ليغ. في 2008 بيكي غادي يقرر يرجع لدارهم الفريق الكاتالاني، بغى يتانتيغرا معاهم ولا واحد من الركائز ديال الفرقه. وكثر من هذا الشيء جيرار بيكي كيتعتبر من لي ليجوند اللي دازوا في هذا الفريق العظيم. جيرار ماشي بوحديته اللي مشى من البارسا، دوز 4 سنين في الانجليز وعاود رجع. واللي عرف شكون هو هذا اللعاب قبل ما نقولوا في هذا الفيديو، برافو عليك مسبقا. جوردي ألبا عنده واحد القصه في شكل واحد شويه. في 1998 غادي يلتحق بالاكاديمي لا ماسيا وهو عنده غير 9 سنين. في 2005 غادي يمشي من البارسا، حيت في ديك الوقيته كان جناح ايسر والجسم ديالو كان صغير بزاف على داك البوست. جوردي غادي يخدم عقلو واحد شويه وغادي يمشي يدبر على راسو في شي فرقه اللي قل من البارسا، ومشى للكورنيا فين غادي يدوز عامين وغادي يعاود يمشي لفالنسيا. وفي فالنسيا فين البا ولا مدمر، واللي عاونو بزاف ديك الوقيته هو الكوتش ديالو اوناي ايمري، واللي خدم معاه باش يولي ظهير ايسر. البارسا فاش شافوا النيفو ديالو تخلعوا ونيشان قرروا انهم يرجعوه، مشاو شراوه ب 14 مليون اورو في 2012. اي بيان سور كيف كلشي عارف راه ما ندموش على هذا الشيء اللي داروا، حيت هذا اللاعب غادي يولي ليجوند في هذه الفرقه وسورتو ليجوند في ذاك البوست اللي كيلعب فيه. ربح معاهم بزاف ديال الالقاب وكان في الفتره الذهبيه ديال النادي الكاتالاني، وسورتو كان ليه الشرف انه يلعب مع واحد من احسن واعظم اللعابه في العالم، ليونيل ميسي. فابريغاس حتى هو كان مع ليونيل ميسي وكانوا بجوج بيهم في نفس البرومو ديال لا ماسيا، واكثر من هذا الشيء راه فريمون كانوا صحاب بزاف. ولكن في 2003 الارسنال غادي تمشي تشري فابريغاس وهو عنده غير 16 عام. دوز معاهم 8 سنين اللي فيها ربح بزاف ديال الالقاب ولعب فينال ديال الشامبيونز ليغ في 2006. وكثر من هذا الشيء ولا هو الكابيتان ديال الارسنال وهو عنده غير 21 عام. البارسا في ديك الوقيته كانوا باغي يرجعوه باي طريقه، وعلى ما كيتقال في 2010 البارسا غادي تحط عليه 35 مليون اورو، والارسنال قالت لهم لا. من مور هذا البلان البارسا غادي تلقى تخريجه باش يشريو اولا يرجعوا فابريغاس. دوز مع البارسا 3 سنين اللي فيها ربح بامال ديال الالقاب بحال لا ليغا، اليويفا سوبر كاب والفيفا كلوب وورد كاب. وفي 2012 سيرج فابريغاس غادي يتباع لتشيلسي. بين قوسين اللي ما عارفش هذه المعلومه، سيرج فابريغاس الشباب راه كيتعتبر من اللعابه اللي فريمون منحوسين وعندهم قصه خايبه مع الشامبيونز ليغ. اول حاجه خسر فينال ديال الشامبيونز ليغ في 2006. مشى للبارسا غير عام من مور ما داوها، ومنين مشى من البارسا داو الشامبيونز ليغ. تشيلسي كانوا ربحوا الشامبيونز ليغ عامين قبل ما يمشي عندهم سيرج فابريغاس، وفاش مشى عامين من موراها عاودوا ربحوا الشامبيونز ليغ. واخا هكاك ما يبقاش فيه الحال، حيت كيبقى عنده يورو وكتبقى عنده كوب دو موند. اللعابه الشباب اللي كنت قلت لكم عنده نفس القصه ديال بيكي اللي مشى من البارسا 4 سنين للانجليز وعاود رجع، هو إريك غارسيا. ما تنساش تشيلي ليا في جيم، تخلي ليا كومونتير زوين وتبارطاجي مع صحابك باش هذا المحتوى الكروي يزيد يطلع عندنا في المغرب. تلاقاو الشباب في الفيديو الجاي، تهلاو.